اتحاد الكرة عشان يحل أزمة ماتش الأهلي والزمالك اللي ما اتلعبتش قدامه 4 حلول، لازم يختار منهم واحد. الرابع هو أسهل شوية. الحل الأول إن يحسب الماتش انسحاب على الأهلي، والأهلي هيكمل تهديده بإن هو ينسحب من الدوري كله، وساعتها هتحصل أزمة في الدوري لعدم وجود الأهلي، لأن الأهلي هو الداعم الكبير للسبونسر اللي موجودين في البطولة. فساعتها مش هتلاقي داعمين أو مش هتلاقي ممولين للدوري بتاعك. رقم اتنين ان الماتش يتحدد له ميعاد جديد، وساعتها الزمالك مش هيسكت وممكن ما يجيش اصلا الماتش، لان هو هيقول لك انا من حقي ال3 نقط، فصعب. رقم ثلاثة انه يلغي الدوري خالص ويبدا من شهر 8 اللي جاي دوري جديد، ويلغي الهبوط ويطلع فرقتين من الدرجة الثانية ويلعب بيهم دوري من 20 فرقة، ويبدأ من بدري زي أندية الدوريات في العالم كلها، زي دوريات العالم كله. ساعتها هيتصدم ببيراميدز ويقول لك انا هسحب استثماراتي، لان هو شايف نفسه بطل الدوري السنه دي اللي لسه اصلا ما كملش. رابع حل وهو ده اللي ينفع ان هو يجي على نفسه فيه شويه، ان هو يعترف ان القرعه اللي اتعملت الساعه 5 الفجر دي قرعه باطله، لان رابطه الانديه دي اصلا تواجدها باطل، فيعيد القرعه من اول وجديد. لازم وجود مندوب من كل نادي، محدش يصحى الساعه 5 الفجر كده يلاقي ان هي دي القرعه والاهلي هيلاعب الزمالك بعد 5 ايام، ده طبعا صعب او مستحيل. فلازم ان هم يعترفوا ان هم غلطانين، ويقولوا احنا غلطانين وهنعيد القرعه تاني من اول وجديد، وساعتها هيبقى يعيد كل ماتشات الدور اللي اتلعب. هو ده الحل الوحيد اللي ينفع اتحاد الكوره ياخده، بس لو هو عنده نخوه رجوله او ذره مسؤوليه ويقدر ان هو يتحمل الغلط اللي هو غلطه. تفتكروا اتحاد الكوره هيعمل انهي حل من الثلاثه؟ السلام عليكم.